السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين أرانب البركات، حبايبنا واخواتنا، الناس اللي احنا بنحبوهم في الله من غير اي حاجة. احنا هنتكلم كده معلومة كده على السريع على الأرانب البابيونات. في ناس بتقول انتوا ما عندكوش بابيون ولا ايه يا عم، ما بتعرضوش بابيون ليه والكلام من ده. يا جماعة احنا البابيون موجود عندنا وكل حاجة، احنا بنتكلم اهم حاجة في الصفة. احنا الصفة كلها عندنا موحدة. فانت كلم ابو معتز على السلالة، ماشي؟ ابو معتز يا جماعة معاك اهو، يكلمكم على السلالة ويكلمكم على مواصفات الأرانب والكلام ده كله. حبايبي متابعين أرانب بركات، عاملين ايه؟ احنا النهارده لما بنيجي نتكلم على السلاله مش اي حاجه اللي هي تطلع نتكلم نقول عليها سلاله، احنا بنطلع الشغل المواصفات. يعني طبعا. مثلا بتقول انتوا ايه البيبيونات عندكم خفيفه وبتاع، فهي فعلا كانت البيبيونات عندنا خفيفه لان احنا مش كناش عارفين نظبط الايه؟ الألوان. الالوانات او المواصفات اللي هي تستاهل. وبعدين احنا عايزين مواصفات زي كده ابو معتز. بص الارنب عرضه عامل ازاي والفراشه اللي الناس بتحبها دي. تمام. ماشي، فراشه الظهر بتاع الارنب ايدك كده ابو معتز. اهو. ارنب كده مواصفات حيه حلوه كده. فاحنا ما ينفعش ان انا نطلع اي ارنب نتكلم نقول دي مواصفات سلاله او ده سلاله او ده بابيون. ده بيبيونات كتير والوانات كتير، بس احنا النهارده بنطلع مواصفات. لا هما ابو معتز ممكن يقول لك انت ما عندكش غير حتتين، انت عندك بابيون تاني. لا انا ممكن اجيب لك. هات كده حته، سيبهم كده يمسكوا ماني. هات كده حتتين. فيا جماعه انتوا شايفين اهوت، احنا مش حكايه اللي احنا ما عندناش بابيونات، احنا عندنا بابيونات وكل حاجه. بس هي القصه في ايه؟ انا بنقي السلاله، بطلع سلاله كويسه، بطلع مواصفات كلها موحده، فمش فارق بقى معايا. بس هو في ناس بتهتم بحته الالوان، بتحب الالوان، وانا معاكم في دي. انا واحد من الناس ما بحبش اشتغل بلون واحد، انا بحب الوان كتير انا كمان. فاحنا انتوا فعلا عندكم حق في كده، اللي انتوا عايزين الوان ودي حقكم، ماشي؟ واحنا كواجب علينا اللي احنا نطلع لكم الالوان اللي انتوا عايزينها، مفيش اي مشكله. هات ابو معتز الله ينور. خير كتير في المزرعه يعني. ماشي. احنا ما بنخبيش حاجه عن حد، تمام؟ حياتي بس احنا ما بنطلعش الحاجه الا لما تكون حاجه مظبوطه. الله يبارك لك ابو لما معتز. اتكلم اقول حاجه بابيون يبقى مواصفات عاليه، مواصفات فراشه زي كده، طويله، ماشي، فتحة حجر بسم الله ما شاء الله، خوف رجل فالام عامل ازاي؟ اللهم صل على تمام. النبي. فتحة حجر، حاجه محترمه، حاجه بسم الله ما شاء الله. طول الام برضه يا جماعه، احنا بنتكلم في طول الام النهارده. الطول ده بالراحه مهم جدا، بالراحه. فاهمني؟ الطول ده وسيله عشان يشيل. هات الارنب كده بعرض عشان يبان طوله معاك. هو الارنب ما تجيبوش في الوش كده بس، لفه كده. هات بقى ايوه كده، كده طوله اتظبط. انت فاهمني؟ عشان طبعا انت عارف موضوع الاجنه واللغد بتاع الارنب كده من قدام كده وحاجات كده. دي مواصفات. فاحنا النهارده لما نيجي نطلع سؤال نتكلم، لازم نتكلم عن المواصفات، ما بنطلعش لون بس، فاهمني؟ موضوع اللون بس ده احنا ما نقنعش بيه. هو نفس القصه اهو. واهم حاجه ابو معتز لا تديني تحويل لحم، طبعا تديني خصوبه، تديني الكلام ده. ما احنا الحاجات اللي احنا شغالين عليها ابو اسيل طبعا الثلاث حاجات اللي انت عارفهم: تحويل لحم، مناعه، خصوبه. الله ينور عليك. هي دي مواصفات السؤال عندنا. الله ينور عليك. كنا موضوع الاشكال وبتاع ما كناش بنهتم بقى عشان احنا مقتنعين بالصفات دي، بس النهارده برضه بنهتم بموضوع الالوان عشان برضه الناس حبايبنا تطلب الوان معينه. ايوه انت فاهمني؟ فاحنا مش عايزين نزعل حد مننا. واحنا هنا ابو معتز برضه عايزين نفهم الناس حاجه برضه وتوصل لهم معلومه. اللي هنا دي المكان بتاعهم طبعا. دي مزرعه آل بركات. المزرعه دي يا جماعه بتاعت اي حد. طبعا. احنا اللي عايز واحده ابو معتز زي اللي عايز 100. طبعا. كله بما يرضي الله وكله على عينك يا تاجر. طبعا. واللي بيجي بينقي الحاجه راجل شغال راجل شغال شغالين بايدينا ابو معتز. يعني شغالين بايدينا. احنا واخدين بالنا منها. صح. مواصفات شغلنا، نظام شغلنا ماشي، وكل حاجه مواصفات. اللي انت برضه عايز توصل للناس ابو معتز اللي انت شغال بايديك. طبعا. وفي حاجات برضه اجيبها لك، برضه حاجات هات ابو معتز. هات كده وري الناس. احنا دايما بنوري الناس الجديد، انت خدت بالك؟ وبنطلع شغل جديد والشغل الكلام ده. هم بيبقوا عايزين يشوفوا برضه. هم بيبقوا عايزين يشوفوا برضه. الشغل برضه هاردي اهوت جديد اهوت. شغل يا جماعه بالراحه عالمي. ايوه قلت لي كده. ماشي يا عم، حلو برضه مستوى حلو. اهم حاجه نظبط برضه الالوان. احنا بنظبط الالوان بس معايا ابو معتز. احنا مع الصفه. مع الصفه. الله ينور. بص ابو معتز تيجي بقى الناس كده. هات لي الارنب ايوه كده اهو عشان يبان ايه الطول بتاعه مع الناس. دي حاجه طبعا لسه بكره برضه يعني. فاحنا طبعا وارنب مع الصفه، وارنب ظهر برضه. موضوع اللون عندنا بعد الصفه. بعد الصفه. تمام. صح بعد كده. الصفه وبعد المواصفات، بعد الظهر العريض. ايوه الزلط اللي احنا بنقول عليه. ايوه. تمام. دي اللون بعديه. الله ينور عليك. الله ينور. احنا بس احنا عاوزين نوصل للناس. لكن من ناحيه الالوانات كتير، بس احنا الالوانات. وانما ابو معتز كده هات لهم حته كده من هات الشوكولاته دي.
دي الشكاير دي بتاعت العلف اللي هو خاص بينا يا جماعه. دي شكاره المصنع، حته برضه دي طبعه المصنع، احنا اللي بنعبيها بسم ونجيبها. الله ما شاء الله، حلويات اهي ما شاء الله عليه. ماشي. اه بتاع السوق لسه بنوته صغيره. اي بص انا عايز اقول لك بص افت كده ودان الارنب كده عشان الناس تشوف. وامسك الارنب هنا كده عشان يرمي الطول بتاعه الحقيقي معاه، ما تعبكوش من ظهره من النص. عشان يبان. ايوه شوف كده بقى طول الارنب عمل ازاي. عشان تبين ان الناس الحقيقه بتاعت الارنب. انت بكعبره كده في الناس هي بتفكرك صاي، لا امسكوا كده عشان يشوف الطول. يا جماعه دي ارانب لسه بكر، لسه بكر، بنوتات صغيره لسه ما اشتغلتش. من ناحيه الالوانات يعني بس. انما معتز معلش الحته دي هتلوم الحته دي كده، بعد الظهر برضه هتلوم الحته دي كده. ايوه بعد الظهر الحته دي، وبعد المواصفات. الحته دي كده. الالوانات ديت احنا اشتغلنا عليها عشان طلبات بس ايه المتابعين، لكن احنا انتوا بالراحه بس عشان امات العشار دي. انتوا عارفين. ايوه نظام شغلنا المواصفات اهي. ايوه ما شاء الله، الله اكبر عليها. حيا الله اكبر فعلا. حلويات اهي. حيا ارنب محترم. مواصفات بص تمام. طبعا الحاجات دي كلها لسه بخار يا جماعه، فاهمني؟ لا 100 100. هات لي بقى دي المقطعه اول ما طب والنبي هات لي كده الحته اللي بعدها ده ابو معتز الفلندر دي اهي، اللي قبلها هنا، قبلها هنا، قبلها هنا، قبلها هنا. اوكي كده. وتعالى تحت اللمبه كده في النور كده. احنا عايزين بص يا ابو معتز صلى على رسول الله، عايزين نمتع الناس نحسسهم ان هم في مزرعتهم. بسم الله ما شاء الله. لف كده بقى الارنب. ايوه ايوه. حاجه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. وطي ايدك شويه يا ابو معتز بقى عشان اللمبه. فاحنا عايزين احنا بص عايزين نعمل ايه؟ لمعة الشعر طبعا اللي احنا بنتكلم ايوه عليها، المواصفات بتاعتنا صح. لمعة الشعر مفيش وعايزين شعر. التصوير برضه ابو معتز يبقى في تقنيه حلوه عشان الناس تتمتع. الشعر مفيش أيوة. شعر. بص شعر ناعمه بتعملها كده بترجع تاني الضغط. شعر قصيره. شعر قصيره. هو ده الله ينور عليك. الصفات خف الرجل بقى. بص هو خف خف الرجل عامل ازاي. ماشي. خلي المواصفات اللي احنا ايه. واحنا برضه عايزين نقول الحاجه للناس يا ابو معتز، الكاميرا دي مش مديه للحاجه حقها بما يرضي الله. احنا ما بنصورش بايفون. مش مهتم. احنا مش مهتم. مش مصورين بايفون ولا عاملين اضاءه ولا عاملين الشغل دي. الشغل ديت ماشي. بالراحه. الشغل ديت مش واخد حقه من القمر، مش واخد حقه من القمر. انا عايزك بقى ايه، تعالى كده ابو معتز دخل الشغل ديت كده وخف لي الشغل ده شويه عشان الامهات ديت ايه بينا وبين بعض طار باين. فاحنا عايزين نوصل للناس يا ابو معتز اللي احنا ماشي هنصور لكم الجديد دايما، وهنوريكم السلاله بتاعتنا والشغل بتاعنا والدنيا دي بحالها. خدت بالك؟ عايزين نوصل للناس الشغل اول باول، نوصلهم من مستويات السلالات، الشغل اللي احنا بنطلعوه. خدت بالك؟ مش عايزين نبخل على الناس باي معلومه ابو معتز. خدت بالك؟ باي معلومه مش عايزين نبخل بقى على الناس، كل واحد ياخد حقه في كل